صدقونا يا شباب، يا كل الجماهير العربية، المنتخب المغربي بإذن الله بيروح لبعيد، بيروح لأبعد مما نتخيل بإذن الله. بس ثق واعطيه ثقتك، خلي اللاعبين يشعروا بثقة جماهيرهم. ما اتمناش أبدا نشوف أي تعليق فيه إنه في صعوبة للمنتخب المغربي، لا ما اتمناش، والله ما في أي صعوبة. اللاعبين الأسماء اللي عند المنتخب المغربي أفضل بكثير من الأسماء اللي عند المنتخب الإسباني. أسلوب لعب المنتخب المغربي أفضل بكثير من أسلوب لعب المنتخب الإسباني، وأخطر، يعتبر من أخطر الأساليب للأسلوب الإسباني. فبإذن الله ارفع سقف طموحاتك، ثق بنفسك، للاعبين وللجماهير المتواجدة في المدرجات وخلف الشاشات. ثق في نفسك، اللاعب ثق في نفسك، الجمهور ثق في اللاعبين. بإذن الله نفعلها، بإذن الله نفعلها، بإذن الله. يعني أن المنتخب المغربي بيتفوق، يعني تكتيكيا، كأرقام، كأسلوب لعب، أنا من وجهة نظري كتحليل للمباراة بإذن الله المنتخب المغربي بيفعلها. أسلوب لعب، يعني شفت المباراة حق اليابان وإسبانيا، مباراة اليابان وإسبانيا أعتقد لكل من شافها، للي فاهم كرة، إنه المنتخب الإسباني فريق يلعب له دفاع ومرتدات يقدر يفوز عليه، يقدر يفوز عليه. الفريق اللي يفتح مساحات ممكن المنتخب الإسباني يهزمه، لأنه يحب اللعب في المساحة، يعني لو فتحت له مساحات ممكن يخترق. لكن في الأسلوب المغربي بإذن الله عدم ترك المساحات، اللعب على الأجنحة، احنا في الأجنحة أقوى، بإذن الله نتفوق. حارس المنتخب الإسباني على فكرة ضعيف، دفاع المنتخب الإسباني مع بوسكيتس ضعيف، الأظهرة ضعيفة. ليش نقول المنتخب الإسباني بيفوز حظوظ أكثر؟ ليش؟ عشان هو أوروبي، منتخب أوروبي خلاص وإحنا منتخب عربي؟ لا أبدا. احنا اليوم بإذن الله عندنا إمكانيات وعندنا لاعبين أفضل من خصمنا اللي هو المنتخب الإسباني.